خليني انا بقى اسالك، انت بتتعرض للغيره في الشغل؟ ولو تعرضت لها بتتعامل معاها ازاي؟ طول ما في غيره الواحد بيعرف ان هو ناجح خلاص، لانه انت لو مش ناجح محدش هيبقى باصص ليك خالص. طيب، فدي اول مؤشر انك انت ناجح. بنتعامل معاها ازاي؟ انه دايما ما تخليهاش تاثر عليك، انه اللي قدامك يبقى زعلان منك. لا، هو دايما اوري له ان ده نتيجه خبره، مش نتيجه ان انا احسن منك كشخص لشخص. يعني نخلي الموضوع الاشخاص ده بره الموضوع، وتعالى نشوف كفاءتنا في الشغل. بنبدا ان انا اشوف الشخص اللي غيران مني ده، وده دوري، لازم اقف معاه اقول له تعالى نساعدك، تعالى نعمل مع بعض، تعالى خد تبقى معايا، تبقى شريك معايا في النجاح ده، بدل ما يبقى انت شايفني ناجح وانت اقل من النجاح ده. هنا الشطاره انه الناس تبقى شايفه ان هم بيشتغلوا كتيم ورك، مش ان انا النجاح شخصي. النجاح اللي بجد هو نجاح اداره. الغيره لو موجوده في الاداره دي بتخلي الاداره دي كلها تنزل. الغيره السلبيه. بالظبط. فكل الناس بتنزل، حتى لو انا النهارده ناجح، بس الغيره دي على مدار شهور، مش هقول لك سنين، بتاخد الاداره دي كلها وتنزل. هنا بيجي دور الاتش ار، ان هو يبقى دايما شايف فين المشكله ويحاول يحلها بدري قبل ما تكبر جوه الاداره ديت. احنا من ناحيه الموظفين بقى جوه الشركه، لا علينا ان احنا نراعي الناس اللي عندها مشكله في الغيره وناخدهم معانا في النجاح ده.